السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نورتوني وشرفتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما أبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. خبر وفاة يا جماعة، وإيه حقيقة الخبر؟ وفاة اليوتيوبر طيوبة وبناتها الستة وزوجها. كتير يا جماعة أنباء أكدت إن فعلا للأسف الشديد إنا لله وإنا إليه راجعون. اتوفت اليوتيوبر طيبة، وهي الشهيرة بطيوبة. هي يوتيوبر مشهورة وليها محتواها حلو جدا وليها ملايين من المتابعين اللي حبوا فيديوهاتها قوي. طيوبة يا جماعة هي وبناتها توفت أثر زلزال اللي حصل في تركيا. وفعلا أكدت واحدة قريبة زوجها، قالت إن هي على صلة قرابة بزوج طيوبة، هي بنت عم زوجها، إن فعلا الخبر صحيح. وتوفت اليوتيوبر طيوبة هي وبناتها الستة وزوجها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمهم برحمة الواسعة يا جماعة يا رب العالمين. وعلى أثر الكلام ده يا جماعة، هي اليوتيوبر طيوبة كانت ليها يعني بجد، والموضوع أثار حزن كبير بين المتابعين بتوعها، لأن هي ليها معجبين بالملايين. ربنا يرحمها يا ربي ويجعل الفيديوهات اللي كانت بتعمله يا رب في ميزان حسناتها. طيوبة يا جماعة عندها 27 سنة، كان عندها 6 بنات، وكان محتواها حلو جدا وناس كتير حبوها. ربنا يرحمها برحمة الواسعة. بس قالوا فعلا هي توفت يعني في أثر الزلزال اللي حصل في تركيا. طيوبة يا جماعة هي سورية الجنسية، هي من سوريا بس عايشة في تركيا. والزلزال لما حصل كانت هي في المسكن الخاص بيها هي وبناتها، وفعلا طلعوهم من تحت الأنقاض. ربنا يرحمهم برحمته الواسعة.